النهاردة هعمل أول فيديو ليا. أنا هعمل الفيديو ده يمكن حد يستفاد، الله أعلم. أنا عاملاه مرجع ليا أنا، لأن أنا عندي مشكلة إنه ممكن أعيد البرودكت هو وأبقى ناسية إن أنا جبته وما عجبنيش. فده ليا أنا كمرجع عشان أفتكر إيه الحاجات اللي أنا حبيتها وما حبيتهاش. في الأول كده أنا مش عايشة في مصر، فالبرودكت النهاردة كلها منتجات مصرية. لما مثلا بسافر من حين لاخر وارجع بحاجه، او ممكن اطلب من حد مسافر، اختي هناك تبعت لي حاجه. فالنهارده بس الحاجات المصريه، وانا مش عايشه في مصر فمعرفش بقى بصراحه هل الحاجات ديت طلع بديل ليها ولا تغير شكلها، ولا يعني حتى ما اعرفش اسعارها قوي. ما لو حاجه مكتوب عليها ممكن، بس ما اعتقدش انه يعني هفيد في حته الاسعار دي. انا هقول ايه تجربتي معاها، عشان لو حد مثلا بيفكر يشتريها. سبحان الله، الواحد بيحب يشوف ريفيوز بتاعت البرودكتس قبل ما يشتريها. انا بشرتي جافه، بتنشف بسرعه جدا. من ناحيه الشعر، شعري برضو جاف الى حد ما، يعني من فوق بيبقى عادي، بس تكمله الشعر برضو بيبقى لسه، مش هقول جاف، بس ما فيهوش رطوبه قوي. يعني ان كيس ان حد عايز يستخدم الكلام اللي انا هقوله وعلى حسب بشرته، فانا يعني بشرتي جافه. وخصوصا جدا من ناحيه لو هنتكلم عن السكين بتاعت الوش، حوالين البق بيبقى حساس جدا عندي. وبين حاجبيني برضو بتقشر، يعني هي ده اكتر مناطق ممكن تتحسس. فممكن هعمل اكتر من حلقة، عشان ايه برضو لو انا عايزة ارجع للحلقات وكده. هيبقى مثلا في الكريمات اللي هي ممكن نقول ان هي من الصيدلية الطبية، وحاجات شعر، وفي حاجات انا المشكلة انه قبل ما افكر في الموضوع ده اتخلصت من حاجات كتيرة. انا ندمانة قوي، لان ممكن اعيدها في المستقبل ويلا مش مشكلة، مش مشكلة. وفي ديودرنت وفي سكرابس وفي سان سكرين وبادي لوشن. ممكن نعمل ايه النهارده؟ ممكن نعمل النهارده الديودرنتس وتشكيله الكريمات. تمام، اتفقنا. احنا ممكن نبتدي بالطبق اللذيذ الكيوت ده ونشوف. اوكي، ده صديقي الصدوق لاي ست، ده ميبو، غني عن التعريف. كنت بتفرج على فيديوهات كتيرة كانت الناس تقول تحطوه ك يعني ممكن الإنسان يستخدمه يوميا، يغذي البشرة ويرطبها وكده. هو أنا يعني هو ليه إفكت رهيب وكل حاجة وجميل، بس هو طبعا أنا مش سهلة أوصل له، فدي عملة نادرة. يعني للحروق، احنا بنتلسع كتير جدا من الهواء، يعني الفران والبوتاجاز وكده، فده فعلا رهيب للساعات. اللي بيعملوا ليزر، اللي بيعملوا شيفينج. انا عملت في مصر اللي هو اللي مش عارفه، مايكرو نيدلينج او حاجه كده، اللي هي الابر الصغيره كده. خدت كذا جلسه، وكان لازم ان انا احط في سودين او في زكورت مع ميبو عشان يقلل الالتهاب وكده. ده كان شغال رهيب. انا بستخدمه هنا دلوقتي لو لساعات مثلا، او لو بناتي تحسسوا مثلا من الشيفينج في وشهم او حاجه، ممكن احط عليه يعني. او لو مارك مكان الحبايه مثلا بتاعتها عملت حبايه، عملت علامه، بحط لها منه. فده عمله نادره، ده رهيب طبعا، غني عن التعريف. فمره طلبته من اختي وما كانش موجود، فبعتت لي اللي هو ده مش عارفه اسمه ايه، ده اسمه ايه، بيرناسورس. المفروض انه يعني نفس المكتوب عليه ان هو برضو للحروق والجروح وكده. ريحته يعني مختلفة، مش بقوة الميبو بحس ريحة زيت السمسم فيه عالية قوي، ويمكن ده اللي بيخليه افكتيف جدا. ده يعني ما حسيتوش بقوة الميبو، بس طبعا مش هستغنى عنه زي ما قلنا، دي عملة نادرة.
فيعني دول كويسين. ميبو مش موجود، ده يسند مش مشكله. انا مع الحاجات اللي ملهاش بديل سهل، لا احب احتفظ بالحاجه دي. اوكي، ده سمعت عنه كتير قوي واشتريته في اخر رحله ليا لمصر، واديكم شايفين طبعا انه يا عيني عاف عليه الزمن، يعني فاضل له على الحلو زقه، فاضل له حته تفتوفه كده. ده البنفينول اللي هو 2%، 2%. رهيب، جميل. برضو كنت بحطه حوالين شفايفي، وساعات كنت بحطه على شفايفي برضو عشان الترطيب يعني، فده ترطيبه حلو جدا. الكرباميد جبته برضو وانا هناك عشان ادهن بيه ايديا مع البنفينول، وطبعا برضو مسكين عاف عليه الزمن وبرضو على الحلو تكه. بس برضو الكرباميد ده، كرباميد ايه ده كرباميد مش عارفه والله تركيزه قد ايه. يوري 10%. كرباميد يوريا 10%، حلو قوي. كنت بحطه كمان على ايدي على الحتت اللي بتنشف هنا، كان شغال كويس. بس شكله الله يرحمه هيموت قريب هو كمان. انا ده بقى اللي مش فاهماه. انا كنت جايبه لبنتي الحبوب الكريتين ده ال 25، اي ثينك ان ده الربع للحبوب بتاعتها، بس ما اشتغلش يعني. صعبان عليا لانه الناس بتشكر فيه، بس يعني يمكن هل ليه استخدام تاني؟ طيب يعني غير حب الشباب، هو مكتوب عليه حب الشباب، بس هل ممكن مثلا للركب اي حاجه قبل ما انه يتركن؟ حرام، صعبان عليا. ده صديق الكل طبعا، لا غنى عنه. يعني ده طيوب وحنين برضو. ساعات لو طلع لهم حبايه غلسه شويه بحط من ده وبحط مع الفيسودين. وطبعا لو مثلا جالهم ورا ودنهم مكان الحلقين التهاب او حاجه بحط منه شويه، اللي هو كيناكومب. ده من ايام زمان، ساعه ما كنت صغيره. كيناكومب ده كنت فاكره ان احنا لما كنا بنروح البلد ونتقرص من الناموس، يعني شويه من اخواتي كانوا يا عيني جسمهم بيلتهب جامد من قرصه الناموس. ماما كانت دايما عندنا احنا كيناكومب والفيسودين عشان نحطهم عليه. ومن ضمن الكريمات ده اللي ملوش اي 60 لازمه، ايفا بتاع الكولاجين بتاع النايت اي كريم. ما انا حسيت انه ولا الهواء، وكمان غير انه ما بيعملش حاجه بيقشر يعني، بيغير كده ويبدا. انا مش عارفه بصراحه هو العيب فيا ولا العيب في الكريم، بس بحس انه يعني بيطلع زي فرفته كده. مش ما عجبنيش، ما مداش اي افكت، لا نور تحت العين ولا. انا ما اعرفش طبعا البلوجر والفلوجر بيقعدوا يعملوا حركات كده. مهم، ده ملوش اي 60 لازمه، ما فرقش معايا في اي حاجه بصراحه. ده منتج تترفع عليه القبعه، ده جميل جدا. الكالو ماك. ده ساعدني في ايه بقى؟ ده ساعدني في انه ابني طلع له وهو صغير المشكله ان احنا هنا عشان يعالجوا عين السمكه اللي هي الوردز، لازم الطفل يعني يكون 7 سنين عشان يبداوا يعملوا له اللي هو الفريزنج. فمشي على منتجات كتيره بقى كلها توبيكال كده وكريمات ومش عارف ايه، بس لا ما اشتغلش خالص. كنت في سفريه في مصر وجربته هناك عليه، وبعدين الورد راحت خلال رحلاتنا بتاعت مصر، فرجعت بيه لانه بسبب السباحه وكده اكتر مكان بيجيب الوردز في الرجلين منطقه السباحه وحمامات السباحه، عشان الناس بقى طبعا رايحه جايه وبكتيريا anyway. فده فظيع، بيشيل الوردز، واي ثينك انه بيشتغل على الاطفال اكتر. بس لازم تبقي بريسايز جدا لانه بيحرق الجلد، فلازم تبقي يعني بريسايز على الحته اللي فيها الورد او العين السمكه. ومع الاستمرار يعني لو قدرنا نحط الصبح وبالليل يبقى حلو. الطبقه بتتشال بالورتايه من الجذر، فما احتاجتش الحمد لله ان انا اعمل فريزنج لابني خالص. هنا استخدمته 100 وده اخر صباع فازلين عندي.
مش فاكرة اذا كنت جايبة فازلين ولا كان ماركة تانية. المشكلة ان خلصوا ورميتهم. كان في واحد منهم تنتد، يعني ده مش تنتد، ده هو خلاص يعني ده اخر واحد وكده بيرطب، بس مش بالترطيب اللي انا نسيت اسمه، مش فاكرة. لونا، يمكن لونا. واحد منهم تنتد، يعني كان في منه في المحل، جبت منه لون بينك شوية، وفي واحد اللون ده الغطا بتاعه ومن جوه البتاع برضو نفس تنتد، نفس اللون ده، فرهيب، بيدي ترطيب لون الشفايف كده جميل قوي قوي. مش فاكرة اسمه، لونة يمكن. طيب احنا كده خلصنا المنتجات دي اللي قلنا فيها رأينا، عشان اللي يعني محتاج يترمى واللي محتاج يتعاد وكده، عشان برضو ما نطولش. احنا دلوقتي هناخد ونتكلم عن الديودرنت. نجيب بس الديودرنت. طبعا في ديودرنتس تخلصت منها. انا اعتقد انه المشكله ممكن تكون في الجسم ذات نفسه. يعني انا وبناتي استخدمنا كذا منتج، بس في منهم طبعا زي ما قلت فكره الفيديوهات ديت عشان افتكر ما خطرتش على بالي. يعني انا محتاجه حتى ساعات بعمل فويس نوتس كده لنفسي عشان افتكر، في حاجات بتسقط من الذاكره. المهم ده جبته من سنه. شنيعة بزلين، ومفروض وايتنينج، وريحته معرفش ايه. لا، ريحته بتبقى شنيعة، ولا عمل وايتنينج، وريحته مش لذيذة خالص. بالإلدر روز، ما مفهوش، ملوش دعوة بالروز ولا اي حاجة، بالشبة وصمغ النحل لا، ريحته مش لذيذة، ما بيتفاعل مع الجسم اعتقد، الله اعلم، معرفش المشكلة فين بصراحة. ده جبته من قريب. كنت طالباه واختي بعتتهولي لانه كنت شايفه عليه ريفيوهات حلوه. بس مشكله انه بيعمل ريحه وحشه برضه. يعني المفروض ان انت تبقى بتدي ريحه جميله. مش هقول انه ما بيبيضش او بيبيض، انا ما اعرفش بصراحه، ما اديتوش فرصته، وبس اتفاعل مع جسمي ومع بناتي بريحه مش لذيذه. وده ملوش اي 60 لازمه، لا يبيض لا يعمل elimination للروايح ولا اي حاجه خالص. يعني ايفا ده، هو انا معرفش قله ايمان مني في منتجات ايفا ولا ايه، مش عارفه. منتجات ايفا هنبص عليها، عندي كذا حاجه في ايفا ما اشتغلتش معانا، مش عارفه بقى العيب فيا ولا العيب في البرودكت. anyway، لو انتوا جربتوا اي حاجه من الحاجات ديت وحسيتوا انه زي كده في الاراء، يا ريت تقولوا لي، او لو لقيتوا استخدامات تانية غير اللي انا قلتها او كده. يعني اتمنى ان احنا نتشارك عشان تساعدوا اختكم في التفكير يعني المقبل قبل ما اسافر او اطلب حاجه يعني. ومع السلامه، باي باي.